الحق، البنادول بيجيب توحد عند الاطفال. ترند طالع اليومين دمت، وللاسف في دكاتره كبار بيتكلموا يقول لك البنادول بيجيب توحد عند الاطفال. ايه حكايه الموضوع ده؟ هو الحقيقه ان البحث ده منشور، يعني الابحاث دي قديمه من 2014، حاجه مش جديده. لينك البحث هتلاقيه موجود في التعليقات. البحث ده اتعمل على فئران الحوامل، واكتشفوا ان الفئران اللي اتولدت طلع عندها توحد. فقاموا قايلين ان الباراسيتامول او البنادول بيسبب توحد عند الفئران، لكن عند البشر مفيش اي حاجه طلعت. الكلام ده كان امتى؟ 2014. الجديد بقى ان هيئه الغذاء والدواء الامريكيه يوم 22/9 من يومين نشرت سيستماتيك ريفيو بتقول والله احتمال ان الباراسيتامول يكون فعلا بيسبب توحد عند البشر. طب هم عملوا ايه السنه دول؟ ايه؟ جابوا مجموعه من الناس اللي عندهم اكتر من طفل، في طفل عنده توحد وطفل سليم، وبداوا يراجعوا التاريخ المرضي للست دي. فاكتشفوا ان هي كانت بتاخد من ضمن الادويه البنادول او الباراسيتامول. فقالوا والله ان فعلا ممكن يكون التوحد يكون من ضمن اسباب البنادول، لان هم كلهم كانوا بياخدوا بنادول. بس هي في نقطه مهمه حابب انوه عنها. الدواء الوحيد الامن للحوامل واللي كل الحوامل بياخدوه، واللي هتلاقي مفيش واحده ما بتاخدوش، هو الباراسيتامول، لان هو امن دواء للست الحامل. فمفيش واحده ست بتتعب الا وبتاخد بنادول، فطبيعي ان هو اصلا يلاقي الباراسيتامول من ضمن المواد. فهو اصلا حتى الاف دي اي عشان النقطه دي هي ما قالتش ما تستعملش الباراسيتامول، هي كتبت التوصيه بتاعتها ان هو يكون باقل جرعه ممكنه والاقصر فتره ممكنه، لكن هي ما قالتش ان هو الباراسيتامول بيعمل توحد. لان هو اصلا طبيعي اي حد بيبقى تعبان الف ب بيبقى البروتوكول بيطلع باراسيتامول، لانه هو اكثر دواء، اكثر دراسه واكثر امانا بالنسبه للحمام. وبعد اخر تقرير 12 برضه بعد السيستماتيك ريفيو ما زال برضه ان هو اكثر دواء امانا واكثر دواء دراسه بالنسبه للحمام. بقيه الادويه الثانيه احنا ما نعرفش عنها ايه، ومش هنعرف نتاكد هو الدواء ده اصلا هيبقى فعلا هو ممكن يسبب توحد او لا. لان عشان نتاكد ان هو سبب توحد او لا محتاجين ان احنا نشوف واحده حامل ونديها جرعه عاليه من الباراسيتامول، وبعد كده الطفل اللي هيطلع هنشوف هو عنده توحد ولا لا. فهنا طبعا ده صعب يتعمل، وخصوصا بعد حادثه الساليدومايد. الساليدومايد ده كان دواء العلاج الترجيعي عند الحامل، وفجاه انت الحامل كانت بتاخد الدواء، الترجيع بيقف عندها. بس بعد الطفل اللي اتولد عنده تشوهات فظيعه، يعني ممكن طفل يتولد ملوش ايد ملوش رجلين، مناخير مقطوعه، شفه مقطوعه، فكان في تشوهات خطيره. وعشان كده الادويه كلها لازم الحامل عموما تعبت عندها اي حاجه ما تاخدش الدواء الا باستشاره الدكتور، ويكون الدواء اقل جرعه ممكنه ولاقصر فتره ممكنه. والتوصيات بتاع الاف دي اي اللي بتقول عليها دلوقتي بتقول ان هو تمشي ان انت هتستعمل اقل جرعه ممكنه من الباراسيتامول والاقصر فتره ممكنه، لكن ما قالش ما تستعملش باراسيتامول، وما قالش استعمل حاجه ثانيه غير الباراسيتامول، لان هو مازال امن دواء للحامل هو الباراسيتامول. فما تمشيش ورا الترند. سلام.